ليه في واحد بيبدأ مشروع صغير اونلاين ويفضل ماشي فيه سنة وراها سنة لحد ما المشروع يكبر ويبقى براند معروف، وفي واحد تاني يبدأ نفس المشروع ويقف بعد 3 شهور؟ ليه في واحد بيدخل الجيم ويطلع منه بعد اسبوعين وهو زهقان، وواحد تاني يفضل سنتين مستمر ويبقى جسمه عامل زي التمثال؟ الفرق مش في ان ده ذكي وده غبي، ومش في ان ده عنده فلوس وده ما عندوش، الفرق في كلمة واحدة بس: الاستمرارية. تخيل لو حياتك كلها كانت ماشية بالاستمرارية، تخيل انك كل يوم بتاخد خطوة صغيرة ناحية حلمك، بعد سنة هتكون فين؟ وبعد 5 سنين هتبقى عامل ازاي؟ اللي هقولهولك النهارده مش نظريه، ده السر اللي بيفرق بين الناس اللي بتوصل والناس اللي بتقف في نص الطريق. بص، اي حاجه عايز توصل لها في حياتك محتاجه الاستمراريه. تخيل معايا كوبايه ميه بتنقط نقطة نقطة على صخرة، لو نزلت نقطة واحدة الصخرة مش هتتأثر، لكن لو النقطة دي فضلت تنزل كل يوم بعد سنين هتلاقي الصخرة اتخرمت. ده نفس اللي بيحصل في حياتك، مجهودك الصغير اللي بتحسه انه تافه النهاردة هو اللي بيغير حياتك بكرة. فيه كاتب مشهور كان عايز يكتب كتاب بس كان عنده مشكلة: الوقت. قرر يكتب صفحة واحدة في اليوم. الناس قالت له يا عم صفحة مش هتخلص كده، بس بعد سنة الراجل كان خلص كتاب كامل من 365 صفحة، ولو قعد يضحي بالصفحة الصغيرة دي عشان مفيش وقت كان هيبطل. الكتاب ده اتنشر وباع آلاف النسخ، وكل ده عشان استمر في خطوة بسيطة جدا. السؤال هنا: ليه بنبدأ ونبطل بسرعة؟ ليه نتحمس أول أسبوع وبعدين نكسل؟ لأننا عايزين النتيجة بسرعة، عايزين نشوف التغيير في وشنا في أسبوع، عايزين نخس 10 كيلو في 10 أيام. لكن الواقع النجاح ما بيجيش بسرعة، النجاح بيجي مع الاستمرارية. اللي بيكسب مش أسرع واحد في أول 100 متر، اللي بيكسب هو اللي يفضل يجري لحد آخر السباق. تخيل نفسك بتتعلم لغة، لو قعدت يوم كامل 10 ساعات تتعلم وبعدين بطلت عمرك ما هتعرف تتكلم، لكن لو يوميا ربع ساعة بس بعد سنة هتلاقي نفسك بتفهم وتتكلم بطلاقة. الفرق مش في كمية المجهود، الفرق في الاستمرارية. أقول لك سر صغير: خلي الهدف بسيط وسهل جدا. يعني لو عايز تبدأ رياضة ما تقولش هروح الجيم 6 أيام في الأسبوع ساعتين، ابدأ ب3 أيام في الأسبوع نص ساعة. لما تلاقي نفسك قادر تستمر زود. السر مش في البداية الكبيرة، السر في البداية الصغيرة اللي تعرف تكملها. واحد قال لنفسه هقرأ كتاب في الأسبوع، بعد أسبوع زهق. واحد تاني قال لك هقرأ صفحتين في اليوم، بعد سنة خلص 15 كتاب. اللي يبان صغير النهاردة بيعمل فرق رهيب بكرة. بصراحة أنا شخصيا كنت ببدأ بحاجات كتيرة وأقف، أقول هبدأ أكتب يوميات، أكتب يومين وبطل، لحد ما قررت أكتب 5 دقايق بس كل يوم. الموضوع بقى بسيط قوي، ومع الوقت لقيت عندي دفتر مليان أفكار وذكريات. الموضوع مش في المجهود الضخم، الموضوع في إنك تبقى ثابت. خلينا نفتكر إديسون، الراجل جرب يطلع المصباح الكهربي أكتر من 1000 مرة. الناس قالت له أنت فشلت 1000 مرة، قال لهم لا، أنا اكتشفت 1000 طريقة ما بتنفعش. لو وقف بعد المحاولة ال50 كنا زماننا قاعدين في الضلمة لحد دلوقتي. اللي فرق معاه مش انه كان اذكى واحد، اللي فرق انه استمر. بص يا صاحبي، القوة الحقيقية مش انك تبدأ جامد، القوة في انك تكمل حتى وانت ضعيف. مش انك تعمل حاجة ضخمة مرة واحدة، لا، انك تعمل حاجة صغيرة كل يوم. فكر كده، ايه الحاجة اللي نفسك تحققها؟ ابدأ فيها بخطوة صغيرة جدا النهاردة واستمر عليها. بعد سنة هتبص ورا وتقول ياه انا وصلت ازاي. ولو الفيديو ده فتح لك دماغك وفكرت انا محتاج استمر، اعمل لايك وشارك الفيديو مع اصحابك. اللي دايما بيبدأ ويقف يمكن تكون دي الشرارة اللي يغير بيها حياته. سلام.